ازيكم يا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الفسيخ. عملناه قبل كده بطريقة ودي طريقة تانية. اختاروا الطريقتين واعملوا الطريقة تناسبكم. تعالوا نبتدي بقى بالشقلوب شوية. هنا هو عندنا الفسيخ هنفتحه. شايفين ازاي حلو جدا وجميل. معلش سامحوني ان انا بتعامل بايدي، بس انا للاسف ما بعرفش انضف الفسيخ من غير ما اتعامل مع ايدي. فانا اسفة على اي لغوصة ممكن تضايقكم. هنشيل الراس. وبعد كده المفروض الخطوة اللي جاية ان احنا بننضف القشر اللي بره ده كله. بس عشان وقتكم مش هطول عليكم. فبنشيل الراس. وبعدين المفروض بننضف جوه بننضف بره، بنشيل القشر ده كله. وبعد كده بنشيل كل الزعانف والحاجات دي، وبعدين بنفتح البطن. وشايفين، تعالوا نفتح مع بعض كده بسرعة، بس انا بختصر لكم الوقت، بس امشوا على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها. تمام. بنفتح، شايفين ازاي موردن وجميل وزي الفل، وتلاقوا فيه زيت نازل منه، ده زيت منه هو شخصيا. ده الدهون بتاعته ساحت. بننضف اي حاجة سودة بنشيلها من جوه. تمام. وبعد كده بنشيل العمود الفقري. تعالوا بقى نبتدي بقى خطواتنا. عندنا هنا هو السمك البوري. السمك البوري بيتميز ان هو لونه بيبقى فضي. بننضف السمكة الديل فوق ناحية الحنفية والراس تحت، وبنعدي عليه مية. حابين نحط مية ناحية الخياشيم ماشي، مش حابين لا. ده اول يوم. بعد كده هنجيب السمكاية، يبقى في بولة تحت وفوقيها مصفى، وننشف السمكاية كويس جدا جدا جدا. الخطوة دي مهمة جدا عشان ما يعفنش. وبعد ما ننشفها من بره هنجيب لوكشة مناديل مطبخ كتيرة جدا، ونحشر جوه الخياشيم كمية مناديل كتيرة جدا، عشان لازم نسحب المية الزيادة اللي فيه. احنا بنسحبش المية 100%، بس احنا بنحاول ننشفه على قد ما يقدر، عشان نعرف نخلله. لو عرفنا نحط برضو جوه البق السمكة مناديل ماشي. كل ما المناديل دي تتملي، واجبنا ان احنا نشيلها ونحط مناديل تانية. الخطوة دي بتقعد يوم كامل. اهم حاجة يبقى في مكان هاوي، يعني انت لو مطبخك مش هاوي ما تحطيهوش، لان الرطوبة هتخليه يعفن. يفضل لو في مكان ما فيهوش نمل، مثلا عندك السفرة وتفتحي مثلا شباك او حاجة، يقعد يوم كامل. دي الخطوة دي بالنسبة لأول يوم. تمام. يا رب يكون الدنيا بسيطة قوي لحد دلوقتي. بنحطهم عكس عكاس، او بنحطهم على الصينية على طول، على المصفى على طول، وبنخلي هوا. تعالوا بقى نيجي للخطوة الجاية اللي هي تاني يوم. عندنا هنا هو ربع كيلو من ملح الخشن، وما نستخدمش غير الملح الخشن. وعليه 4 معالق كبار من الشطة، 4 ل5 معالق كبار من الشطة، وبنقلب الخليط ببعضه. خلي بالنا احنا ما بنخللش اقل من سمكية تبقى 700 جرام. وبعد كده زي ما احنا شايفين بنحطهم كيس تحت، وبعدين بنحط جوه الخياشيم وجوه البق، بنحط من تحت الخليط، وبنحطه من فوق السمكية برضو. يفضل ان انت لأول مرة بتعملي، يفضل ان انت تعملي في علبة تكون شفافة. معلش هي دي العلبة اللي كانت متواجدة بالنسبة لي. ولكن يفضل ان هم يبقوا في سوا بعض، عشان اللون يبقى موحد للاتنين. وبتحطي زي ما حطيتي الكيس تحت، بتحطي الكيس فوق، وتقفلي العلبة كويس جدا، علشان ما يدخلهاش اي هواء، وبنسيبها. لو احنا بنتكلم في شتاء هنسيبها لمدة شهر عشان ميبقاش في شمس. لو بنتكلم في جو وسط بنتكلم في 10 ايام. لو في صيف بنتكلم في 6 ايام. ويتحط في البلكونة اكتر حتة فيها شمس، وتغطيها كويس جدا. لو العلبة ما قفلتش معاكي كويس، حطي فوقيها خشب او رخام او اي حاجة متواجدة، اهم حاجة ما يدخلهاش جنس هواء. وبعد كده بعد ما قفلنا بنسيبه زي ما قلنا 10 ايام. وبعد 10 ايام النتيجة اللي انا وريتها لكم في الاول بتطلع. انا مش ممنتجة اي حاجة، انتوا عارفين ما بمنتجش اي حاجة. الدنيا واضحة جدا ليكم، جربوها. الف هنا وشفا عليكم.